نفر هيرو. في الفترة الأخيرة لاحظت على مواقع التواصل الاجتماعي إن في ناس كتير قوي بتدعي إن يويا هو سيدنا يوسف عليه السلام. لا، وبيتكلموا بقلب جامد ومتأكدين من نفسهم قوي، مش عارف إزاي. طيب يلا أحكي لكم حكاية يويا. يويا عاش في عصر الأسرة ال18 حوالي 1400 قبل الميلاد. هو من أبناء الصعيد وتحديدا من إخميم، وهو زوج تويا ووالد الملكة تي. الملكة تي دي كانت زوجة الملك أمنحتب الثالث، أمنحتب العظيم، وأم الملك إخناتون، وربما أيضا هي أم الملك الذهبي توت عنخ آمون. تي كانت شخصيتها قوية جدا، نجحت في إقناع زوجها بالسماح لوالدها، والدها ووالدتها يعني، إن هم يحفروا مقبرة لهما في وادي الملوك، وده امتياز استثنائي من الدرجة الأولى لم يحدث لأي شخص آخر، لا قبلهم ولا بعدهم. كمان الحظ خدم يويا وتويا جدا، لأن مقبرتهم وجدناها حاليا كاملة، لم تتعرض للنهب أو للسرقة. وجدنا فيها الكثير من الكنوز والقطع الأثرية اللي بتعكس مكانتهم العالية وثروتهم. وجدنا أيضا الاتنين مومياء بتاعت يويا والمومياء بتاعت تويا، والأواني الكانوبية اللي بتحوي أحشائهما في حالة جيدة جدا من الحفظ. ومن بين هذه الكنوز عثرنا على حاجة نادرة، واحدة من أهم وأطول البرديات في العالم، طولها 20 متر، مكتوب عليها كتاب اسمه بيرت إيم هيرو أو الخروج للنهار. وده كتاب بيحكي تفاصيل ما يقابله يويا أثناء رحلته الأبدية في العالم الآخر، يعني رحلته بعد الوفاة، من الوفاة للبعث. أما سيدنا يوسف عليه السلام فقصته معروفة، وردت بالتفصيل في كل الكتب السماوية. نعتقد أنه عاش في مصر في عصر الانتقال الثاني، يعني حوالي 2000 قبل الميلاد أو ربما قبل ذلك، ما نقدرش نحدد بدقة. ويوسف هو نبي من أنبياء الله، وهو ابن سيدنا يعقوب. كلنا عارفين أنه كان بيتميز بقدرته على تفسير الأحلام، وعارفين كمان أنه شغل منصب وزير الخزانة، واستطاع بحكمته وبذكائه أنه يخزن الحبوب والمحاصيل في سنوات الفيضان والرخاء، وبذلك أنقذ مصر من المجاعة في السنوات العكاف. طيب دلوقتي بعد ما عرفنا ملخص لحكاية يويا وحكاية سيدنا يوسف، هل ينفع نقول إن هما الاتنين شخص واحد؟ طب نفكر كده مع بعض. هل كان يوسف صعيدي من إخميم؟ هل كان يوسف زوجا لتويا؟ هل كان يوسف أبا للملكة تي؟ هل آمن يوسف بكتاب الخروج إلى النهار؟ هل تم تحنيط يوسف بعد وفاته؟ هل دفن يوسف في وادي الملوك؟ طيب نروح كده الناحية التانية، نشوف موضوع يويا. هل كان يويا يستطيع أن يفسر الأحلام؟ هل كان يويا وزيرا للخزانة في مصر زي يوسف؟ هل سجن يويا كما سجن يوسف؟ هل كان أمنحتب الثالث هو عزيز مصر؟ أسئلة كتيرة جدا، كل إجابتها بالنفي. لذلك ما نقدرش أبدا نعتبر أن يويا هو نفسه سيدنا يوسف.